معاكم النهارده سلطه الكول سلو بطريقه سهله جدا. اول حاجه نص كرومبه من بتاعه كرومبه السلطه اللي هي البيضه دي. مسكتها قطعتها بالطول وبعد كده هقطعها بالعرض وبعد كده بحركات عشوائيه بقى، بحيث ان انا اقطع القطع الكرومبه عندي صغيره جدا. ممكن تستخدمي هنا في المرحله دي المخرطه بتاعه الملوخيه، لكن اهم حاجه ما نستخدمش الكب. دلوقتي انا قطعت الكرومبه عندي، عايزه اوريكم حاجه بقى، في حاجه مهمه ما ينفعش نقطعها. عارفين العروق اللي بتبقى في الكرومبه دي مش هنقطعها، لانها مهما قعدت مش بتطرى وبتكون ناشفه جدا. دلوقتي خلاص قطعت الكرومبة عندي وهمشي بحركات عشوائيه كده وخلاص. اهم حاجه ما نستخدمش الكب لانها ممكن تعصر معانا الكرنب فمش هتدينا نتيجه حلوه. وكان عندي 3 جزرات صغيرين بشرتهم. هنحضر الدريسنج بقى. اول حاجه هننزل، شايفين البصلايه دي بصلايه صغيره جدا بيضه، هاخد نصها. استخدمت هنا بصل ابيض عشان بيكون مسكر. لو استخدمتي بصله اكبر من كده تاخدي ربعها. اوعوا تكتروا في البصل عشان هيغير من نكهه تماما. ونزلت بمعلقتين كبار من الخل، وهنزل في المقدار كله ب3 معالق من السكر. هنزل دلوقتي بمعلقتين، وانا شغاله بقى في الكول سلو هلاقيها مش مسكره قوي فهنزل بمعلقه. دلوقتي ده المايونيز اللي احنا عملناه سوا، هاخد منه كوبايه وهنزل لكم طريقته في صندوق الوصف. وكمان ان البصل اللي هنحطه، يعني انا قلت لكم البصلايه الصغنونه دي هناخد نصها، لو اكتر من كده هناخد ربعها. اهم حاجه تاخدي معلقه صغنونه جدا من البصل. البصل هيدينا نكهه الكول سلو بتاعت بره بالظبط. بس لو مش حابين امشوا على الخطوات من غير البصل مفيش اي مشكله، برضو الطريقه هتبقى حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم هتبقى ناجحه معاكم جدا. دلوقتي انا جيت ادوق لقيته محتاج معلقه السكر، يبقى احنا كده استخدمنا 3 معالق سكر. بره ما بيعملوهاش غير بالسكر، لكن انت لو حابه تعمليها بعسل النحل مفيش اي مشكله. انا جربتها بالاتنين والاتنين نفس النتيجة. دلوقتي بقى انا حضرت الدريسنج عندي، وهنزل بقى بالكرنب بتاعي والجزر على 3 مراحل. واقلب بحيث ان كل جزء من الكرنب والجزر هنا ياخد من الصوص، وكلها تبقى غرقانه في الصوص. هقلبها كويس جدا وادخلها التلاجة. افضل حاجه تبات في التلاجة من بالليل للصبح، بتدي نتيجه حلوه جدا. لكن لو انت مستعجله اقل حاجه 6 أو 7 ساعات. كل الكولسلو كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بيكون طعمها احلى. شايفين شكلها حلو جدا، بنص كرنبايه و3 جزرات صغيرين عملنا كميه كبيره جدا. هي بره بقت غاليه قوي قوي. شايفين حلوه قوي. يا رب الطريقه بتاعت النهارده تكون سهله، وان شاء الله تعملوها وتقولوا لي كده ان شاء الله ان هي نجحت معاكم من اول مره. واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير سهله وبسيطه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.